وما هذه الجولة وما الاحترام الذي يحظى به الفريق في الأوساط الأوروبية ما هو إلا دليل على القيمة الحقيقية لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي. الرجاء اليوم الذي يعتمد على تشكيل يضم خالد العسكري، زكريا الهاشمي، حمزة بورزوق، محمد الحاج، عبد الإله حافظي، يوسف لقناوي، عبد الجليل جبيرة، فيفيون مابيدي، اسماعيل بالمعلم، جيجي كوكو وسعيد فتاح. والتشكيل الرسمي لنادي الرجاء اليوم الذي يواجه نادي اف سي كوردوبا الذي يعتمد مدربه دافيد فيرير على خوان كارلوس في حراسة المرمى. رقم 5 الكاميروني كينغ، رقم 9 سيسكو، رقم 12 انيغو لوبيز، رقم 14 راول برافو، رقم 19 لوبيز سيلفا، رقم 20 ماتوس، رقم 23 ابيل غوميز، رقم 28 فلورين، رقم 29 بينيوس، ورقم 33 كامبا دابال ادوارد. هو التشكيل الرسمي للمدرب ألبير فيريرا اليوم. حضور عدد محترم من مناصري الرجاء يتقاسمان نفس الألوان، الرجاء البيضاوي ونادي اف سي كوردوبا الذي ينتمي لمدينة جميلة، مدينة قرطبة، التي تبدو سعيدة اليوم بمتابعة ناديها وهو يلعب ضمن كبار الدوري الإسباني رفقة اف سي برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وإشبيليا. لكل أندية تطمح هذا الموسم للتنافس على اللقب الغالي دون أن ننسى حامل اللقب العريق أتلتيكو مدريد رفقة المدرب المخضرم دييغو سيميوني. عميد الفريق أبيل غوميز لاعب شتيوا بوخارست السابق رفقة الطاقم التحكيمي، وكذا إسماعيل بالمعلم الذي وضع فيها ثقة المدرب عبد الحق بن شيخة ليكون عميدا لرجاء مكان اللاعب الذي غادر الفريق الدوريات الخليجية التي أصبحت اليوم تستأثر باهتمام مجموعة من اللاعبين المغاربة. محسن متولي غادر الرجاء للدوري القطري وترك مكانه شاغرا. اليوم يتمنى كل مناصري الرجاء أن ينجح يوسف لقناوي في تعويض رحيل محسن متولي الذي كان يعتبر القوة الضاربة في خط وسط الرجاء، اللاعب الذي تدرج بالفئات السنية لنادي الرجاء البيضاوي قبل انتقاله معارا لاتحاد توارقة وقبل عودته للرجاء مرة ثانية لكي يصبح واحدا من أجود اللاعبين في البطولة الوطنية. غادر الرجاء وفتح الباب لنجوم آخرين لكي يجدوا لهم مكانا في التشكيل الرسمي للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة الذي عوض التونسي فوزي البنزرتي على رأس الإدارة الفنية لنادي الرجاء. محمد الحاج، وهنا ألبرت فيرير لاعب نادي اف سي برشلونة السابق، الرجل الذي انتمى لجيل مميز من اللاعبين، من منا لا يتذكر ألبير فيرير في تشكيل مميز للويس فان خال الذي انتدبه جوزيبي لويس نونيز ليكون مدربا لفريق حقيقة كان من أبرز وكانت من أبرز الحقبة التاريخية لنادي اف سي برشلونة. تنطلق المباراة بين الرجاء البيضاوي ونادي اف سي كوردوبا، والمستجد اليوم هو أن هذه المباراة يتم إنتاجها من طرف نادي الرجاء البيضاوي ومن تكلف بإنتاج هذا الموعد الودي في خطوة احترافية، في خطوة تؤكد على أن هذا النادي يسير بخطى ثابتة ليكون عالميا على جميع المستويات في اتفاق بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ونادي الرجاء البيضاوي. الرجاء أنتج المباراة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ممثلة في قناة الرياضية تقوم بإيصال الصوت والصورة للمشاهد الرياضي المغربي. يوسف لقناوي أول محاولة وخطأ يعلن عن حكم المباراة لإنيغو لوبيز. هذا يوسف لقناوي القادم من نادي جمعية سلا، لاعب ممتاز جدا أبان عن مؤهلاته العالية هذا الموسم في البطولة الوطنية. جمعية سلا الذي غادر حظيرة الكبار نحو دوري الدرجة الثانية لم يكن محظوظا رغم المستويات الجيدة ورغم الكم الهائل من اللاعبين المميزين الذين تحتضنهم هذه المدينة، مدينة سلا. تتحول الكرة لنادي كوردوبا، أبيل غوميز، كرة أمامية نحو الكاميروني إيكينغ لاعب كاميروني من الانتدابات الصيفية لنادي اف سي كوردوبا. ادواردو مويا يتدخل، اعلان عن ضربة خطأ لصالح نادي كوردوبا بعد تدخل سعيد فتاح.